السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مطبخ خوية. متنسوش تحطوا اللايك والاشتراك علشان يوصل لكم كل جديد. النهارده معانا حاجة حلوة هنعملها لكم، البسبوسة. تعالوا شوفوا المقادير والطريقة ازاي. وقبل ما نعمل اي حاجة نسمي الله ونصلي على رسول الله. كوباية الا ربع سمنة فلاحي، انا عاملاها فلاحي، سمنة فلاحي. وكوباية سكر وكوباية لبن. هنحط السمنة على دقيق السمولينا. هناخد 3 كوبايات من دقيق السمولينا. الاول هنحط السكر، كوبايه السكر وكوبايه اللبن، وهنرفعهم على النار. هنحط حبه فانيليا. انا عايزه بس ايه، سكر يدوب بس اهو. قبل ما السكر يدوب نحط ايه بقى، دي السمولينا 3 كوبايات. المج اللي انت هتعايري بيه السمنه، هتعايري بيه زي سكر، هتعايري بيه الدقيق، هو مج واحد. عايزه مج كبير مج صغير اللي انت عايزاه، بس هما ايه، مج واحد تعايري بيه. بسم الله. 1 2 3. بسم الله الرحمن الرحيم. هننزل ايه، استنى نحط شعرة بس ايه الملح. وحبيت هنا ايه فانيليا صغيرين. نقوم حاطين السمنه، هي اسمها ايه، بسبوسه. بتتبس، نقوم باسين كده الدقيق بالسمنه عشان تتشرب. نقلب بس اللبن بالسكر. تشربي السمنه بالدقيق، تبقى عامله زي الرمله المنديه كده. بص احنا عاملين نقلب فيها ازاي. بس طبعا بقى ما نحط الخليط اللي هي اللبن والسكر، هي تقليبه واحده بس. السكر داب مع اللبن، مع كوبايه السكر كوبايه اللبن. بس مش هحطها سخنه، هحطها يعني ايه، صبعي يلمس الخليط. قبل بس ايه ما البس دي شويه كده، عشان زي ما قلت لكم منزل باللبن والسكر، مش عايزاها تتقلب تقليب ياما، هي تقليبتين وبس. ايوه. ريحه السمنه الفلاحي مخليه ريحتها حلوه، ويا ريت تعملوها بسمنه فلاحي. انت عندكم المصانع اللي بيعملوا البسبوسه دي الهريسه، بيحطوا بسمن نباتي عادي، ويحطوا ريحه السمنه، ما بيحطوش يعني سمنه فلاحي، ده بيحطوا الريحه اللي بيحطوها دي. بس كده اهي. اهي بصوا عامله ازاي، بصوا لما امسكها بصوا اهي. اهي حتى السمنه بصوا اهي. عايزه بقى ده ايه، يبقى دافي، احط صبعي كده اطيق يعني ايه، ما احطوش سخن. هخليه بس يدفى شويه وارجع لكم تاني. احط دلوقتي السيرب، 3 ميه 2 سكر، 3 ميه 2 سكر. احطهم على النار، مش هاجي يمهم خالص عشان ما يكرملش ويسكر في ايه، في حواف الحله. هسيبهم كده خالص. بص هنحط معلقتين عسل جلوكوز. ما عندكيش عسل جلوكوز حطي عسل نحل، ما عندكيش عسل نحل حطي السيرب، بس يكون تقيل اهو، معلقتين اهو بس كده اهو. يعني ايه، في بديل يعني.
اهو لسه برضو ايه دافي شويه سخن. بصوا الشربات غلي اهو اهي كده في الحاجه. هقلب بقى كده اهو كده اهي، يعني هسيبه 5 دقايق يغلي. احط الليمون، احط حب شعرة فانيليا بس كده. بس هاجي ندهن هنا بقى الصينيه سمنه. احط حبه سمنه حلوين في ايه تحت كده. اه بس نيجي بقى هنا بقى في اللحظه دي خلاص كده البتاع ده بارد اهو بقى دافي. نقوم كاتبين اهو حاطينهم كده على الدقيق اهو. زي ما قلت لك تقليبه كده، مش عايزه اعجن اهي. بس كده بس كده خلاص، مش عايزه اقلب فيها كتير. خلاص كده اقوم نازله بيها كده على طول اهي. اهي تقومي عامله ايه بقى؟ دي اهم حاجه، اهم حاجه كده خلاص. بس نحط بقى ايه اللوز. عايزه تحطي سوداني حطي، عايزه تحطي بندق حطي. انا الحبه دول كانوا فاضلين من رمضان، هما بقى هما مناسبهم لصينيه الهريسه اهي كده. ان خلاص خلصناها اهي. بس هنضغط بس ضغطه صغيره عشان ايه لما تستوي ما نحط الشربات السيرب ما يعومش فوق اللوز اهي. ايه رايكم؟ هدخلها الفرن كده خلاص. بصوا هحط بس معلقه سمنه اهي بس كده خلاص. بصوا يا حبايبي لما طلعت اهي هنسقي بقى الشربات على طول ها، وهو سخن. الشربات سخن وهي سخنه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا اهي، بقولك من نجاح البسبوسه الشربات تشرب الشربات. بصي عماله تبقبق، بصي اهي تعمل فقاقيع. بصي شربت ازاي اهي. بصي شايفين بتشرب الشربات ازاي اهي. حط بقيتهم بقى. تشرب دول واحط بقيتهم. بصوا بقى اهي شربت الشربات اهي اهي. حطيت كله، بس ده مش هعرف اقطعها دلوقتي شويه وهقطعها وهوريها لكم تبرد بس شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا قطعتها اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى من هنا شايفين، بصوا شايفين الهريسه شايفينها. بصوا بصوا اهي.
بصوا من هنا، ايه رايكم؟ جميله والله. بصي تحفه. بصي اللي عايز صورها اعلى من كده، دي صينيه 30، انت اعمليها 28 هتبقى اتخن من كده. لو انت عايزاها اتخن، عايزاها كده الحجم ده، دي 30. بصي سمك القطعه اهي. انت عايزاها اتخن اعمليها بقى 28، دي صينيه 30. جربوها بنفس الطريقه اللي انا عاملاها دي، بالمقادير اللي قلت لكم عليها، وانا وريتها لكم اهي، مرمله وطريه وجميله. وكده يكون الفيديو خلص، ويا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تحطوا لايك والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد حبايب قلبي، وربنا يحسن ما بين ايديكم.